بسبب تعثر مصانع فولكس فاجن في أوكرانيا، عملاق السيارات الألماني يلجأ إلى مصانع مدينة طنجة المغربية. فولكس فاجن غادي تجي لطنجة، وشوف الكراغ اللي غادي يبغيو يتسطاو. الله يهديكم الكراغ، لا ديروا عقلكم. يهديكم. كمل. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نشوفوا شركة فولكس فاجن الألمانية تختار طنجة باش أنها تستقر فيها. كانت في أوكرانيا، دابا رجعت لطنجة. هادشي اللي قصح الكبرانات وقصح الكراغيلة، عفوا. هادشي اللي قصح الكبرانات وقصح الكراغيلة. اجينا نشوفوا، قبل ما نشوفوا هاد الفيديو ديال فولكس فاجن، نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا اولا على بركة الله. والجزائر قادرة تصدير الكهرباء حتى إلى أوروبا. الجزائر قادرة على تصدير الكهرباء حتى لأوروبا. اودي غير ما تقطعوش الكهرباء على الشعب ديالكم. اش قادرة تصدر؟ اش عندها ما تصدر؟ الهضرة 10، الهضرة كتصدروا نتوما كلشي كتصدروه، لكن الواقع له رأي آخر. والجزائر قادرة تصدير الكهرباء حتى إلى أوروبا. La prouesse, je l'ai dit, la Sonargaz ou Sonatrach داروا المعجزات. Sonatrach في لي ديكوفيرت تاعها، دانيير ديكوفيرت. Sonargaz وصلنا اليوم الانتاج نتاعنا تاع الطاقات، الانتاج تاع الكهرباء يعني a été pratiquement multiplié par au moins minimum 1,5 par 150%. احنا الاستهلاك العادي نتاعنا، واحنا اقوى انتاج كهربائي في افريقيا. انتاج الاستهلاك نتاعنا يدور حول بين 10,000 و 11,000 ميجا وات، هذه بصفة عادية يوميا. الهضره اش كديروا ليه؟ ملي كنجيو نشوفوا الواقع في الشوارع الجزائري، كيبكيو كيقول لك راه كيتقطع لنا الضوء يومين 3 ايام. فين هاد الوطات اللي كتعاودنا عليها؟ قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. سمعتوا ولا لا؟ قال لك نحن لسنا طرفا في القضية. اسمع، قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. عرفنا انك ما تخلاش عليها باي ثمن، لان الشعب ديالك راه كيموت دابا بالجوع، انت كتصرف ملايير على القضيه اللي ما غاديش تربحها وعمرك ما غادي تربحها. قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر. إذا نحن إن شاء الله ناضل كل قوتنا من أجل قضية الصحراء. هذه هي السياسة تاع بلادنا. مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار. وتصفية الاستعمار هي غادي تعطيونا الصحراء الشرقية، وغادي تعطيو لتونس الصحراء ديالهم، اما الغربية راه حتى هي مغربية، ما عندك ما تصور فيها. نطمح إلى حل مشكل الصحراء الغربية. قضية الصحراء قضية تصفية استعمار. قضية الصحراء الغربية في لجنة تصفية الاستعمار. كيحلم مسكين، خليه يحلم. والله لا حطيتي فيها رجلك، ولا حطوا الكراغله فيها رجليهم، ولا حطوا البوليخاريو فيها رجليهم. هذيك مغربية ديال المغاربة الأحرار، ديال الصحراويين المغاربة الأحرار. دوزو الفيديو آخر. منظمة البريكس تساعدنا في التنمية أكثر من ما ساعدونا إلى يومنا هذا. كل معايا اش قال المعايا؟ والصحابي هذا واش شي منظمة خيرية تساعده؟ زعما غادي يدخلوا بدا يعطيوه شدابيل. منظمة البريكس تساعدنا في التنمية أكثر من ما ساعدونا إلى يومنا هذا. كل معايا المالية الدولية وهذه ديكس شي جمعية خيرية. صحابي واش شي جمعية خيرية يدخل بدا يعاونوه. لا بنك تاع دي بريكس اليوم لا دوتاسيون تاعها في 100 مليار دولار.
اكثر من لا بنك مونديال واكثر من شنو غادي يدخلوا يعطيوها لك، يعطيوك السوارت، يعطيوك الكونت. وتمول المشاريع نتاعنا. لا والله منيتي تماك باغي تدخل بريكس مليح. نجم هما من يخدموا يتعبوا في الاقتصاد ولا يعيوا دير لهم ماساج. قال لي باش يعيوا من المشاريع والاقتصاد وكذا ودير لهم حتى المساج. طيب لهم لاتاي. نكونوا منضمين لبعضنا بعض قوة. عرفتي خصك تعرف ان كاع هاد التبوريضه اللي كيتبوردوا الكراغله ويتبورد الرئيس ديالهم وكذا وباغيين يدخلوا هنا ويدخلوا، راه غير ضدان في المغرب. راه تصور ما كاينش المغرب ما ينوضوش بدا يتجراو هاد الجرا هذا. ضدان في المغرب. لماذا قبلت اثيوبيا والامارات ولم تقبل الجزائر؟ يا اخي صالح حنايا كي نروحوا مع البرينكس كيف نخليو المغرب البرينكس وتونس وكيفاش هاو لازم نقعدوا معاهم خير. السلام عليكم. انت الان عارف المثل اللي يقول لك اللي ما طالش العنبه ماذا قال فيها؟ يقول راه حامض اللي ما وصلش العنب. انت هكذا تقول الان يعني لانه لم يقبلوك في البريكس صاير تبرر لي في عدم القبول. معليش يا صالح معليش. ما قبلوش كيقول لهم البريكس ما خدامش. شكرا لك يا سيدي. كاس شاي يعني بالنعناع. ميساج كاس شاي بالنعناع ديال المغرب زعما. ويطيب خاطرك ان شاء الله. تفضل. اللي يصير برد على راسك باتاي بالنعناع. يا اخي ما قبلوش واش راح نديروا؟ حنايا الجزائر دولة محورية. داكور. ايوا محوريه ولا انتم قوه عظمى وكبيره وقاره، ديروا منظمه ديالكم والناس بداو يتهافتوا يدخلوا عندكم. يلا عندنا دولة محورية ما نقدروش نحكموا مع البرينكس. البرينكس. ما نقدروش نروحوا مع البرينكس. احنا كاينه امريكا من هي وسي على بالك باللي امريكا عيطت هذاك الوزير الخارجيه الجزائري. داكور يا ان ديسكسيون يا افير مخابرات. ربك يا محمد عندما تقول الجزائر دولة محورية، أعطيني تعريف لهذه المحورية، ماذا تعني؟ المحورية صافي دير الجزائر قاعدة الجزائر ما تقدرش تجي صافي دير كون تروح مع البرينكس ويجبدوها البرينكس، والبرينكس يحتاج الجزائر في دولة محورية ما يحتاجوش باه يجيبها معاه. بربك يا راجل بربك. يعني دول مطبعة وما عندها لا علاقة لا مع العرب ولا مع المسلمين ومش مفهوم يعني لونها يعني وانتمائها. هذا على الأقل ما يقوله الشارع العربي ونتحدث عن الإمارات، ومع هذا قبلت وبسرعة في بريكس. شوف يا أخي صالح. ألو. تلف الكرغولي. دزوا الفيديو آخر. بسبب تعثر مصانع فولكس فاجن في أوكرانيا، عملاق السيارات الألماني يلجأ إلى مصانع مدينة طنجة المغربية. فولكس فاجن غادي تجي لطنجة، وشوف الكراغله غادي يبغيو يتسطاو. الله يهديكم الكراغله، ديروا عقلكم. يهديكم. كملوا. هكا البارود. وكف البيلول وكف البيلول وعمر أتينا نشحر بلا ما تراجع ودق وتبرع. هي كما كاينه كوبي رايس على هذا هذا خبر غادي يزعزع الكابرانات ويزعزع الكراغله. فولكس فاجن في المغرب، ما تشريوش عاود الجولف وما تشريوش. فولكس فاجن راه من المغرب عاود بدا يمونطي ويقادو في المغرب، عاد بدا يصيفطوا لدول اخرين. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم.